سيرجيو راموس نشر الفيديو ده عنده على حسابه في انستجرام في نفس اللحظه اللي تعرض لها ميليتاو للاصابه. ده اللي ذكرته ابو الكباتن صحيفه الاس الاسبانيه. سيرجيو راموس النجم الاسباني بيؤيد عودته الى ريال مدريد بالطريقه دي وبطرق تانية هقول لك عليها دلوقتي. اولهم كان الفيديو اللي وريته لك. كمان اثار النجم الاسباني الجدل بعد وضع اعجاب على تصريحات زميله السابق غوتي، واللي دعا علنا الى عوده راموس الى صفوف ريال مدريد مره اخرى. فالراجل عجبه الكلام ابو الكباتن وقام عامل لايك. كمان راموس بيضع لايك على تصميم له بقميص ريال مدريد على احدى الصفحات المشهوره. هتقول لي يا ابو الكباتن هنقضيها لايكات ولا ايه؟ كمان الصحفي رومان مولينا قال بدا سيرجيو راموس بمساعده شقيقه رينيه راموس الضغط الاعلامي من اجل عودته الى ريال مدريد. اهي دي ما فيهاش لايك، حركات بسيطه ابو الكباتن لكنها بتوضح رغبه سيرجيو راموس نفسه في العوده الى بيته ريال مدريد. وكل الطرق اللي قلت لك دي ابو الكباتن اثارت حماس جمهور ريال مدريد اللي بيتمنى ان هو يشوفه بقميص ريال مدريد مره اخرى. طبعا بتاتي كل الاشارات دي من راموس في وقت بيبحث فيه ريال مدريد عن مدافعين بعد ما الاصابات ضربت لاعبي ريال مدريد في هذا المركز. ولكن بيريز رفض الموضوع ده تماما، يمكن علشان كبر سنه والنادي لا يتبع السياسه دي، ويمكن لمشاكل شخصيه مع الاداره او بيريز نفسه، الله اعلم. فانت يا ابو الكباتن كمشجع مدريدي مع ام ضد عوده راموس الى ريال مدريد؟